ما أنا زيك بالضبط، بنوصل لآخر الشهر وكلنا عايزين وصفات اقتصادية سهلة وسريعة وبدون لحوم ولا حتى تعب ولا مجهود، لأننا في أيام امتحانات ومش محتاجين أي تضييع للوقت. طب تعالي النهارده أقول لِك على وصفة في منتهى الجمال والسهولة، بدون عجن ولا فرد ولا تعب ولا مجهود. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة معايا حبايتين من البيض بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليهم ربع معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود، وهحط كمان معايا نص معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ إن أنا أضرب البيض معايا كويس جدا جدا. حابة تعملي الخطوة دي في الخلاط مفيش أي مشكلة، هتكون أفضل، بس أنا حباها سريعة وأعملها كده يدوي، مش محتاجة أي تعقيد خالص. هحط كمان عليها كوبايتين من الحليب بدرجة حرارة المطبخ. مش متوفر حليب، استخدمي المية، اللي متوفر عندك استخدميه. كوباية من الحليب كوباية من المية مفيش مشكلة. الكوباية اللي أنا مستخدماها الكوباية المعيارية 250 مللي، استخدمي معاكي مج الشاي الإزاز مفيش مشكلة. قلبي الحليب مع البيض كويس قوي، مش عايزين من البيض أي خيوط تماما، وأبدأ إن أنا أحضر معايا بنفس الكوباية كوباية وربع من الدقيق. يعني لو استخدمت معاكي المج الإزاز بتاع الشاي بنفس الكوباية، عايري معاكي كوباية وربع من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. وابدأ ان انا انزل معايا الدقيق على المكونات السائلة اللي احنا حضرناها، واضيف معايا كمان 3 معالق كبار كده من الزيت. الزيت هيديني للعجينة هشاشة كده وخفة وهتكون حلوة قوي. وهحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. حطي معاكي بقى رشة توم بودرة، بصل بودرة، رشة زعتر، اللي انتي حباه. على فكرة احنا مش بنعمل بيتزا سايلة خالص، بنعمل معانا بيتزا كريب، يعني بعجينة الكريب ولكن بشكل البيتزا وتسوية كده رهيبة، وبدون عجن ولا فرد ولا تسوية على الطاسة ولف سندوتشات، ومكونات كده اقتصادية وبسيطة. هقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغاية ما ياخد القوام المظبوط كده بتاع الكريب، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. واخليه على جنب، واحضر معايا الصينية. معايا صاج كده من بتاع الفرن مقاسه 30 في 40، هحط عليه زيت وابدأ ان انا احط عليه ورقة زبدة علشان ورقة الزبدة كده تلزق فيه. هقص كده الزيادات بتاعة ورقة الزبدة علشان ما تتحرقش في الفرن. كمان معايا زيت، هبدأ ان انا ادي ورقة الزبدة رشة او دهنة حلوة من الزيت علشان برضو الكريب البيتزا بتاعنا ما يلزقش فيها. ولكن هقولك على حاجة، الأفضل والأفضل كده والنتيجة تطلع معاكي مليون في المية مظبوطة، استخدمي عندك صينية تيفال أو بايركس، أي حاجة مقاسها كبير كده، ما تكونش بتلزق، علشان ورق الزبدة حتى لو كان نوع كويس ممكن يلزق معاكي. جهزنا الصينية، نحضر الحشو، والحشو هنا حرفيا بواقي التلاجة أو اللي متوفر عندك وحابة تستخدميه. كان عندي كده تقريبا 3 4 شرايح من اللانشون بتوع سندوتشات المدارس، هبدأ إن أنا أقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط كمان معايا حباية من الفلفل الأخضر، هقطعها برضو صغير جدا كده، علشان مش عايزة كده واحنا بناكل تحسي إن الخضار ناشف أو بيقرش كده أو ني. وكمان معايا حباية كبيرة أو حبايتين كده متوسطين من الطماطم. الطماطم كمان لما تيجي تقطعيها ضروري جدا إن انتي تستغني عن البذور والمية بتاعة الطماطم، علشان ما تبوظش معاكي العجينة كده بتاعة بيتزا الكريب اللي احنا بنعملها النهاردة. استخدمي معاكي بقى لحمة مفرومة متعصجة، حطي تونة، بسطرمة، ميكس جبن، حطي الجبنة الفيتا اللي بياكلوها في السندوتشات، اللي متوفر عندك أي بواقي لحمة أو فراخ نساير كده شوحيها وحطي عليها فلفل ألوان هتكون رهيبة، اللي متوفر عندك استخدميه. قطعت كده لحمة طماطم شرايح بالطول، وكمان هقطعها معايا مكعبات صغيرة. لو عندك كام شريحة من الزيتون برضو حطيهم، ممكن تقطعي الزيتون قطع صغيرة مفيش أي مشكلة، يعني الحشوة دي حسب رغبتك. كده خلاص جهزت الطبق بتاع الحشوة وكل حاجة جاهزة معايا، ومعايا كمان رشة كده من الجبنة الموتزاريلا، تقريبا نص كوباية يعني من الجبنة الموتزاريلا. خليها كده على جنب، أنا محتاجة استخدمها تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان تسيح وتكون حلوة كده واخدة لون حلو وبتمط، ما تنقطش كده وتحبب معايا على الوش، لأن كتير بيشتكي جدا من استخدام الجبنة الموتزاريلا وهي مجمدة، بتنقط وبتكون جامدة كده على الوش من فوق. الصينية بتاعتي جاهزة، هبدأ إن أنا أنزل العجينة زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها بالشكل ده، بس هعديها أول على مصفى
علشان أنا ما عملتهاش في الخلاط، فمش عايزة يكون في أي تكتلات. لو عملتيها في الخلاط ما فيش مشكلة، ضيفيها على طول في الصينية. وزي ما قُلت لِك الأفضل جدًا إن أنتِ تعمليها في صينية بدون ورق الزبدة، بس تكون صينية ما بتلزقش، حتى لو صينية مدوّرة ما فيش مشكلة. حطيت كده على العجينة رشة جبنة موتزاريلا، لو حابة تحطي شوية كاتشب برضه ما فيش مشكلة حطي، والحشوات بقى اللي إحنا عايزينها. حطيت اللانشون والفلفل والطماطم والزيتون، الحاجات اللي إحنا حضّرناها مع بعض. ولو أنتِ مستخدمة الصينية كده أو ورق الزبدة في الصينية، ابعدي الجبنة الموتزاريلا عن الأطراف علشان هتلزق معاكِ في ورق الزبدة ومش هتخلّي الخروج بتاع قطعة البيتزا كده سهلة كده وهي بتطلع من الورقة. هاحط شرايح الزيتون، حابة تحطي رشة زعتر على الوش برضه حسب رغبتِك، عندِك فلفل ألوان وحابة تضيفيه برضه ما فيش مشكلة. مسخنة دلوقتي عندي الفرن كويس جدًا، جدًا، بادخّل معايا الصينية على فرن سخن على درجة حرارة 200، يعني فرن أعلى من المتوسط بشوية. مشغّلة الفرن من تحت بس، ولو عندِك مروحة شغّليها توزّع معاكِ الحرارة. بادخّل معايا الصينية على الشبكة أو الرف الأوسط للفرن. طبعًا الجبنة الموتزاريلا بنحطها وهي بدرجة حرارة المطبخ علشان تكون مضبوطة معانا زي ما اتفقنا. باسيب الصينية بقى في الفرن، وضروري جدًا تكوني عاملة لورق الزبدة حواف كده أو أطراف لو أنتِ هتعمليها في صاج بالشكل ده، عشان العجينة ما تخرجش، وكمان تعرفي تخرّجيه كده بكل سهولة بعد التسوية. بيقعد معاكِ في الفرن لغاية ما تلاقي الأطراف أخدت اللون الأحمر الحلو، بترفعي ورقة الزبدة، أو لو أنتِ مش حاطة ورقة زبدة بطرف المعلقة بترفعي كده الكريب بتاعِك وتشوفي التسوية بتاعته من تحت، لقيتيه استوى من تحت تمام، بتقفلي من تحت وتشغّلي معاكِ الشواية مع المتابعة لغاية ما ياخد اللون الحلو من فوق، تبدئي إن أنتِ تخرّجيه. طبعًا ورقة الزبدة سحبتها كده بتطلع بكل سهولة، وهابدأ دلوقتي إن أنا أقطّعها. قطّعيها مربعات، لو أنتِ عاملاها في صينية مدوّرة قطّعيها مثلثات، أي حاجة حسب ما أنتِ شايفة. بُصّوا كده لونها من تحت في منتهى الجمال، والسمك بتاعها حلو أوي، والكمية بتاعتها كمان ما شاء الله بكوباية وربع من الدقيق، حلوة جدًا. تعالوا نتكلم عن أهم حاجة وهي الطعم. طبعًا رقم 1 زي ما قُلت لِك، عايزة نتيجة مضمونة استخدمي صينية تيفال أو بايركس عشان تطلع بكل سهولة. ورق الزبدة ده كان نوعيته كويسة، بس برضه لزقت فيها شوية. حاولت كده إن أنا أسلك الأطراف وأطلعها، ما شاء الله خطيرة يا جماعة. طعمها مش بيض أومليت ولا أي حاجة من الكلام ده خالص، طعمها حلو جدا، وإضافة البيكنج باودر مخليها هشة كده وفي منتهى الجمال. والطعم طبعا هيتحدد معاكي حسب الحشوة اللي انت مستخدماها أو المكونات اللي انت حطاها في الوصفة عندك. بصوا بقى، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع فطار في نص اليوم، تنفع كمان لللانش بوكس حسب ما انت حابة. جربوها، متأكدة ان هي تعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة. مع السلامة.